فيلم السادة الأفاضل، الفيلم الجديد اللي هينزل الشهر ده 30/10 تحديدا. فيلم طبعا مجموعة من النجوم الكتيرة جدا مشاركين في الفيلم. معانا طبعا محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هاني مهنا، طه دسوقي، انتصار. طبعا نجوم كبار جدا. وعندنا إخراج كريم الشناوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين. ففيلم يعني الواحد متحمس له، بس الإعلانات بتاعته قليلة جدا. مفيش اعلانات زي فيلم هيبتا اللي لسه نازل، برضه شفته في السينمات، البوستر بتاعه، الافيش. ما شفتش اعلاناته خالص في التلفزيون ولا على السوشيال ميديا، كانت حاجات قليله. ما دورت، حاجاته قليله جدا. فالتسويق بتاعت الافلام دي بيبقى ضعيف جدا، فممكن اصلا ما تتشافش، ممكن ما تنجحش. بس مع انها ممكن تكون افلام كويسه. فده طبعا فيلم الساده الافاضل. هو متاخد من قصه فيلم اجنبي طبعا، ذا جنتلمان. الفيلم الأجنبي هو متاخد ومعمول متمصر زي كده سوتس بالعربي اللي اتعمل المسلسل. فنفس الحاجات دي طبعا. فعندنا طبعا الفيلم ده هينزل 30/10، هيتعرض في السينمات من أفلام شهر 10. وعندنا فيلم أوسكار خلاص هيتعرض بكرة، فإن شاء الله ندخله ونعمل ريفيو عنه. وعندنا طبعا فيلم هيبتا اللي نزل من بقاله أسبوع تقريبا أو أسبوعين، برضه ما الواحد مشفلوش إعلانات فشفناه في البوستر في السينما. وطبعا عندنا طبعا في نزل بوستر فيلم السلم والتعبان اللي هينزل بقى، ممكن يتعرض على اخر السنة او السنة الجاية. زي فيلم طبعا سيفن دوجز اللي هيتعرض 2026 تقريبا. الفيلم طبعا فيلم السيدة الأفاضل هيتعرض 29 أكتوبر، 29/10 في مصر، وطبعا في الوطن العربي 30 أكتوبر. فدي يعني آخر الأخبار.